من الذي عمل المغرب؟ ليست هناك دولة اسمها المغرب. تاريخ 1 شتنبر 1969. المكان ليبيا. الحدث إسقاط النظام الملكي وإعلان الجمهورية العربية الليبية بقيادة العقيد معمر القذافي. الأخ قائد الثورة الفاتح من سبتمبر العظيم، رئيس الاتحاد الإفريقي وملك ملوك إفريقيا. وهنا العالم غادي يكتشف شخصية الزعيم الليبي الجديد، شخصية فيها جنون العظمة وعظمة الجنون. القذافي صدر الصورة ديالو للعالم وخاصة العالم العربي على أنه وحدوي، الهدف ديالو هو توحيد الدول العربية وخدمة المصالح العربية. وهذا الشيء علاش كان من أكبر الداعمين لجبهة البوليزاريو ملي كانت كتقاوم المحتل الإسباني على حسب ما كان كيدعي، وأنه بهذا الدعم ما كيقلبش على الإضرار بمصالح المغرب. هذا الشيء صرح به القذافي بشكل واضح ملي اقترح على الملك الحسن الثاني المشاركة على رأس وفد ليبي هام في المسيرة الخضراء. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. هذا الحدث طرق لي الملك الحسن الثاني في كتابه ذاكرة الملك ملي قال: وجه لي القذافي عام 1975 عندما كنت بصدد وضع آخر اللمسات لانطلاق المسيرة برقية رسمية يقول فيها: بصفتي ثوريا فإني أساندكم 1000%، وأني أريد القدوم إلى المغرب على رأس وفد ليبي للتصدي للاستعمار عدونا المشترك. وكان جواب الحسن الثاني على طلب معمر القذافي هو التجاهل، ما جاوبوا لا بآه ولا بلا، وبمعنى آخر طلع عليه فيو. المسيرة الخضراء حققت الأهداف ديالها وإسبانيا خرجت من الصحراء، لكن القذافي بقى كيدعم جبهة البوليزاريو حتى بعد ما أعلنت على النوايا ديالها ضد المغرب، وكان من أكبر الداعمين ليها، ولولا الدعم ديالو ما كانش قدرت أنها تستمر. بعد 9 سنوات على قيام المسيرة، وبعد ما العلاقات المغربية الليبية تخربقات مزيان بسبب الدعم الليبي للبوليزاريو، غادي يلتقي الزعيمين في مؤتمر وجدة في 1984، وهو مؤتمر انعقد من أجل طي صفحة الخلاف بين البلدين وتخلي النظام الليبي على دعم بوليزاريو. هناك حقيقة ثابتة أصلية، وهي أن الليبيين والمغاربة هم شعب عربي واحد، وأن الأرض المغربية والأرض الليبية هي أرض عربية. يعني هذه الحقيقة يجب الاعتماد عليها واستثمارها لصالح الوحدة العربية. هذا اللقاء طرق لي الحسن الثاني كذلك في الكتاب ديالو، حيث قال الملك: التقينا بعد ذلك ب9 سنوات، وبرغم من أنه كان يتحدث معي بلطف وكثير من اللباقة، فإنني كنت أشعر أن عدم الرد على رسالته ما زال يحز في نفسه، وأسر لي: لم أتمكن من فهم رفضكم. القذافي بقى فيه الحال ومرضاش كيف ما كنقولوا بالمغربية، وكان كيتسنى يفهم علاش، وكالعادة الحسن الثاني عطاه الجواب الشافي. قال ليه بكل بساطة: يا صديقي العزيز، بغيت نطرح عليك واحد السؤال وجاوبني بصراحة، واش كنتي غادي توقف معايا ملي عطيت الأمر لجميع المشاركين بالتراجع والعودة؟ وهنا الجواب ديال القذافي كان هو: لا، ما كنتش غادي نتراجع. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. وهذا هو الجواب اللي كان تيتسنى الحسن الثاني من عند القذافي باش يجاوبه ويقول له: اذا كان من الاحسن انك ما تشاركش في المسيره، حيت كنت غادي نكون مضطر اني نردك للحدود بالجدرميه، وهذا الشيء كان غادي يسبب مشكل دبلوماسي كبير. في نهايه الحلقه وجب الذكر انه في 1986 ومن بعد زياره قام بها شيمون بيريز للمغرب، قرر القذافي إلغاء اتفاقية وجدة ورجع من جديد كيدعم جبهة البوليزاريو. Monsieur Shimon Peres m'a fait dire qu'il aimerait venir me voir. Alors je lui ai dit avec grand plaisir, mais vous et moi sommes interdits de tourisme. Mais oui, si vous avez quelque chose de sérieux, venez me voir. Après tout, comment peut-on négocier si on ne se rencontre pas? Mais à condition qu'il y ait une base de départ sérieuse. والأكثر من هذا، المسألة ما وقفتش غير في الدعم وإنما في التخطيط لاغتيال الحسن الثاني بسبب هذا اللقاء. مقابلة إفران
كأنها فضحت عورتهم أو عوراتهم، كأنه تعراوا من لباسهم، ظهروا في حقيقتهم، وسيصعب عليهم في المستقبل أن يجد اللوبي متاعهم في أي بلد كان الحطام والحطب الذي يذكي نار الدعاية الإسرائيلية. اللهم إذا وجدها في السباب الذي نتبادله نحن العرب بيننا، هذا هو الذي يغذي النار والقوة الإسرائيلية الحقيقية. وهذا ما كنتمنى ان الحلقه تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه، ديروا جيم لايك الى عجبتكم هذه الحلقه، شوفوا الفيديوهات السابقه وتسناو الفيديوهات اللي جايه، والى ذلك نتلاقاو في الجديد.